ازيكم؟ في البداية عايزين نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتم متعودين معانا بندوس لايك للفيديو. لو أول مرة تتفرج علينا نتمنى إن انت تشترك في القناة. فيديو النهاردة هيكون دسم جدا وهنتكلم عن أمور كتيرة جدا بتخص النادي الإسماعيلي. نتمنى إن انت تتفرج معايا لنهاية الفيديو وإن شاء الله نكون عند حسن ظن. هنبتدي بأول حاجة معانا في الفيديو وهي التصريحات اللي قالها المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي. والتصريحات قالها في التلفزيون وقال ان احنا النادي الاسماعيلي مستقر لحد كبير، ولكن الامور هتكون اكتر استقرارا في حال عودة الاسطورة علي ابو جريشة والكابتن عماد سليمان عشان يديروا ملف الكرة من تاني. زي ما احنا عارفين ان الكابتن علي ابو جريشة والكابتن عماد سليمان اعتذروا عن استكمال مهمتهم بعد نهاية الموسم اللي فات، وخصوصا بعد رحيل الكابتن ايهاب جلال، والناس قالوا ان هم ما عندهمش القدرة النفسية ان هم يواصلوا العمل في الظروف الحاليه داخل النادي الاسماعيلي. واضاف كمان المهندس نصر ابو الحسن وقال ان النادي الاسماعيلي بيسير بخطى ثابته تحت الاداره الفنيه بقياده الكابتن حمد ابراهيم. وقال كمان ان هو واثق في قدره الفريق على تقديم كل حاجه لاستعاده مكانه النادي الاسماعيلي مره تانيه. وقال كمان ان احنا هنعمل كل حاجه ونوفر كافه السبل لراحه الفريق وكمان عشان نحقق طموحات جمهور الاسماعيلي. اضاف كمان وقال ان مفروض على الجميع ان هو يدعم الفريق والالتفاف حوله خلال المرحله الحاليه لانها مرحله صعبه جدا. وقال ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح لاستعاده امجاد النادي الاسماعيلي. وقال ان احنا نتمنى ان يكون علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان موجودين في الوقت الحالي مع النادي الاسماعيلي. دي كل التصريحات اللي قالها المهندس نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي. خلينا نروح للاسطوره علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان، واللي المهندس نصر ابو الحسن بيمني نفس ان الاثنين يرجعوا يشتغلوا مع النادي الاسماعيلي من تاني، خصوصا ان وجود الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان هيمنع مشاكل كتيره جدا جدا داخل مجلس الاداره. وده الحقيقه اللي شفناه بعد رحيل الكابتن ايهاب جلال واعتذار الاسطوره علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان. شفنا اختلافات واضحه جدا جدا وظهرت للاعلام بشكل فج، وهي الاختلافات اللي موجوده بين اعضاء مجلس الاداره. والموضوع وصل لاشتباكات، والموضوع وصل للعند، والموضوع وصل ان احنا محدش هيمشي كلامه علينا. وللاسف الامور كلها بتخرج عن السيطره وضد مصلحه النادي الاسماعيلي. فالحقيقه انا مبسوط جدا بفكره رجوع الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان داخل النادي الاسماعيلي، حتى لو انهم في الظروف الحاليه ممكن ما يكونوش احسن حاجه لاداره الكره داخل النادي الاسماعيلي، خصوصا ان الظروف اتغيرت والعصر والامكانيات والرواتب اللعيبه اتغيرت كمان. ففكره ان انت تجيب حد شاب، حد يكون عنده فكر حديث للظروف الحاليه، ولكن وجودهم طبعا اكيد افاده للنادي الاسماعيلي على الرغم من اعتراضي على بعض القرارات اللي بياخدوها. ولكن ممكن ارحب بالقرار ده عشان نمنع اي خلافات بين مجلس الاداره وعدم تدخلهم في ملف القرى داخل النادي الاسماعيلي، ويكونوا هم مشغولين فقط بازاله المشاكل والغرامات والقضايا على النادي الاسماعيلي. وكل حاجه بتخص الكره تكون من اختصاص الكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان، وده اكيد بالاتفاق مع المدير الفني للنادي الاسماعيلي الكابتن حمد ابراهيم. كل التصريحات اللي المهندس نصر ابو الحسن قالها بنتمنى كل التوفيق للنادي الاسماعيلي، واتمنى ان يكون كلامه صح ومجلس الاداره يحاول يشتغل على استعاده مكانه النادي الاسماعيلي من تاني. للاسف وضع صعب جدا بنعيشه كجمهور. بتتكلم ان انت في المئويه بتاعه النادي الاسماعيلي ممنوع من ايقاف القيد، مش قادر تتعاقد مع صفقات قويه، ما عندكش رعاه للفريق. فللاسف ظروف صعبه جدا جدا ما زال بيكمل فيها نادي الاسماعيلي، ولكن كلنا ثقه ان شاء الله في جمهور نادي الاسماعيلي ان هو يكون مساند وداعم للفريق في الدوري الموسم اللي جاي. نروح للموضوع التالي في الفيديو بتاعنا وهو تصريحات لاعب النادي الاسماعيلي السابق احمد محسن. شفنا تصريحات وقالها ان هو بيتمنى ان هو يرجع يلعب تاني للنادي الاسماعيلي، وقال ان في كلام حصل بينه وبين اداره النادي الاسماعيلي لامكانيه رجوعه مره تانيه للنادي بعد ما تم فسخ عقده ورحيله عن النادي الاسماعيلي بعد نهايه الموسم الحالي. الحقيقه اللاعب بيعرض خدماته على النادي الاسماعيلي من جديد، وقال ان ده جميل وان احنا لازم نرد الخدمه دي للنادي الاسماعيلي ولجمهوره. وقال النادي الاسماعيلي في ظرف صعب جدا وهو ايقاف القيد، فبالتالي لازم كلنا نقف خلف النادي الاسماعيلي صاحب الامكانيات الكبيره والشعبيه الكبيره. الحقيقه بنقول زي ما احنا قلنا قبل كده تاني في فيديو ان امكانيه وجود احمد محسن في الوقت الحالي داخل النادي الاسماعيلي تكاد تكون مستحيله الا اذا الامور تغيرت داخل النادي.
ولكن مجلس الإدارة رافض تماما رجوع أحمد محسن داخل النادي الإسماعيلي. وأكيد كلنا سمعنا تصريحاته السابقة اللي قالها في برامج البودكاست أو البرامج التلفزيونية، واللي هاجم فيها مجلس الإدارة بشكل رهيب جدا، واللي اتكلم عن الأمور الفنية، واللي اتكلم عن التعاقدات، وخبط بشكل مش كويس في مجلس الإدارة. مجلس الإدارة أكيد هيرفض رجوع أحمد محسن من تاني، إلا إذا كان الكابتن محمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي ليه وجهة نظر وتمسك به. كمان النادي الإسماعيلي بيملك حاليا 2 باك شمال، وهو عبد الكريم مصطفى وحاتم سكر. أعتقد إن المركز ده فيه وفرة، ممكن النادي الإسماعيلي ما يتمسكش خالص بوجود أحمد محسن من تاني داخل النادي الإسماعيلي. أحمد محسن بيعرض خدماته على النادي الإسماعيلي، وأكيد يتمنى إن هو يرجع تاني، ولكن أعتقد إن الباب هيكون مقفول تماما إلى أن نشوف وضع النادي الإسماعيلي. هل هيقبل إن هو يرجع تاني؟ هل في وسطاء يتدخلوا لحل الأزمة بين الطرفين؟ ده اللي ممكن نعرفه فيما بعد، ولكن أعتقد إن فرصه داخل النادي الإسماعيلي هتكون صعبة جدا جدا، وده زي ما قلت بسبب التصريحات اللي قالها ضد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. نروح لأزمة حمدي النقاز اللي مستمرة مع النادي الإسماعيلي. طبعا زي ما احنا عارفين حمدي النقاز بصدد ان هو يرفع شكوى ضد النادي الإسماعيلي لدى الفيفا، وبيطالب بكافة مستحقاته المالية المتأخرة عند النادي الإسماعيلي. زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ان في بعض من أعضاء مجلس الإدارة عرضوا فكرة ان يتم التواصل مع حمدي النقاز وبحث إمكانية تقسيط المستحقات اللي متأخرة داخل النادي الإسماعيلي عشان ياخد اللاعب مبلغ مادي يدفعه لنادي الزمالك. زي ما احنا عارفين ان الفيفا امر بايقاف حمدي النقاز عن اللعب لحين سداد 160 الف دولار لنادي الزمالك، وده بعد ما نادي الزمالك كسب القضيه ضد لاعبه السابق. الحقيقه حمدي النقاز مستمر في ان هو مطالب بمستحقاته. حسب تصريحات المهندس نصر ابو الحسن قال ان بيتم الوصول لاتفاق مع حمدي النقاز عشان ما يتمش رفع قضيه على النادي الاسماعيلي ويتم جدولة مستحقاته المالية المتأخرة، ولكن اللاعب عايز ياخد كامل مستحقاته مرة واحدة، وده اللي ممكن ما يقدرش عليه نادي الإسماعيلي. الحقيقة زي ما احنا قلنا قبل كده ان وجود حمدي نقاز داخل النادي الإسماعيلي مش هيكون مفيد، ولكن ممكن نوافق على وجود حمدي نقاز داخل النادي الإسماعيلي عشان ياخد فلوسه بالتقسيط وما يحاولش ان هو يرفع شكوى ضد النادي الإسماعيلي. وكمان النادي الإسماعيلي حاليا ما عندوش باك يمين. أزمة حمدي النقاز مستمرين فيها، وهنشوف النادي الإسماعيلي هيوصل لفين. الحقيقة عايز أتطرق في نفس الموضوع، ولكن مركز الظهير الأيمن داخل النادي الإسماعيلي. مستغرب جدا إن حاليا في قطاع الناشئين للنادي الإسماعيلي ما عندهوش لاعب نقدر نقول مبشر، لاعب نقدر نقول إن هو يلعب ظهير أيمن لدى النادي الإسماعيلي، على الأقل لو ياخد ماتشات قليلة أو يشارك كبديل، خصوصا ان حاليا الكابتن محمد ابراهيم هيعتمد على محمد بيومي في مركز الظهير الايمن. فالحقيقه مستغرب وبقول هل قطاع الناشئين للنادي الاسماعيلي مفيش فيه لعيب يقدر يلعب في المكان ده؟ اعتقد لو دورنا كويس وشفنا وقدرنا ان احنا نصعد لعيبه، اكيد طبعا الكابتن محمد ابراهيم هيصعد لعيبه ناشئين كتيره جدا جدا. لازم يكون في لاعب ظهير ايمن يقدر يشارك ويقدر ياخد حساسيه المباريات والاحتكاك والخبرات عشان نقدر نعتمد عليه ونقدر نستفيد بمحمد بيومي في مركزه وسط الملعب. حتى لو انا عارف ان في زخمه في منطقه وسط الملعب، محمد حسن وعماد حمدي هشام محمد، ولكن نتمنى ان يكون في لاعب بديل لمحمد بيومي في مركز الظهير الايمن. الموضوع ده بنتمنى كل التوفيق لنادي الاسماعيلي، واكيد مستنيين الكتير جدا جدا من محمد بيومي في مركز الظهير الايمن. نروح لمعسكر النادي الاسماعيلي في قطر، واللي الناس هناك مركزه بشكل كبير جدا جدا. زي ما قلت وبكرر تاني ان معسكر قطر هو اللي هيحدد بنسبه كبيره جدا تشكيله النادي الاسماعيلي الاساسيه اللي هيبتدي بيها الموسم اللي جاي. الكل مركز، وعايز اقول لك ان في برنامج مكثف جدا لهشام محمد وإيريك تراوري، خصوصا ان هم ما بداوش مع النادي الاسماعيلي فتره الاعداد. كابتن محمد ابراهيم مركز عليهم بشكل كبير جدا عشان يقدر يعوضوا اللي فاتهم، كمان عشان ياخدوا فورمه ويرفع الحمل التدريبي بتاعهم واللياقه البدنيه. ان شاء الله تكون تجربه مفيده جدا جدا للكابتن حمد ابراهيم. واي كلام بيتقال عن ان النادي الاسماعيلي
الإسماعيلي هيواجه السد القطري. لحد دلوقتي لسه ما فيش أي كلام رسمي نهائيًا إن هتقام مباراة رسمية بين النادي الإسماعيلي مع نادي السد القطري، وكل ده اجتهادات صحفية أو مناوشات، ولكن لسه لحد دلوقتي ما تمش التأكيد هل النادي الإسماعيلي هيقابل السد القطري ولا لأ. أمنياتنا بالتوفيق إن النادي الإسماعيلي إن شاء الله يحاول ينجح في المعسكر بتاعه في قطر، كابتن حمد إبراهيم يقدر يستغل كل ثانية موجودة هناك، واللعيبة تقدر تحاول يعني إن هي تكون الفورمة بتاعتها عالية، عشان إن شاء الله عندنا دوري الموسم اللي جاي صعب جدا. أتمنى إن هم يكونوا على قد المسؤولية، وأتمنى إن هم يظهروا بمظهر كويس جدا يكون شكلنا حلو كنادي الإسماعيلي في الدوري. نروح لآخر موضوع معانا في الفيديو اللي هنتكلم فيه، واللي نادي الإسماعيلي نزله في بيان رسمي على صفحته الرسمية على الفيسبوك، واللي بيقول النادي الإسماعيلي بيقرر مقاضاة رئيس تحرير ومراسل الأهرام المسائي. النادي الإسماعيلي أصدر بيان وبيقول فيه: قرر النادي الإسماعيلي مقاضاة رئيس تحرير صحيفة الأهرام المسائي، بالإضافة إلى لام اللي هو المراسل الصحفي خالد لطفي، بعدما دأب على نشر الأكاذيب حول النادي منذ تسلم مجلس الإدارة الحالي زمام الأمور. وقالوا كمان إن جاء قرار الإسماعيلي بمقاضاة الثنائي لنشرهما العديد من الشائعات التي أضرت بالصالح العام للنادي. قالوا كمان إنه بيقدر النادي الإسماعيلي المؤسسات الصحفية والإعلامية المصرية المختلفة، إلا أنه قرر مقاضاة المراسل المذكور لانحرافه عن مساق الشرف الصحفي والإعلامي. المراسل المذكور اعتاد نشر الكثير من الشائعات التي لا تمس الواقع بصلة، حيث نشر خلال المرحلة الماضية العديد من الأخبار اللي بتسيء لواحد من أهم الأندية اللي موجودة في مصر والوطن العربي. وقال كمان إن المراسل قرر الادعاء بوجود مخالفات تم رصدها في تقارير الجهة الإدارية، إلا أن ما يدعيه ليس له أساس من الصحة، حيث تم الرد على هذه التقارير في وقتها منذ عدة شهور وتم حفظها بمعرفة الجهة الإدارية. قال كمان إن هو بيظل يدعي وجود مديونيات وتعويضات لصالح الجهات الأهلية مثل محلات الدرجة الثالثة والجيم وغيره، رغم قيام النادي بالتصالح مع هذه الجهات منذ يناير الماضي، وبدلا من أن كانت لها تعويضات أصبحت تسدد باستمرار القيمة الإيجارية بعد مضاعفتها 3 مرات. وآخر هذه الأكاذيب ما نشره المراسل المذكور بالأمس بشأن تلقي النادي الإسماعيلي لمبلغ من المال قيمته $800,000 على هامش معسكر الفريق في قطر. يؤكد النادي الإسماعيلي أنه لا يصح لما نشر بشأن حصول النادي على أي مبالغ مالية في معسكر الفريق بقطر، وأن كل هذه الأحاديث مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، كما أنها أخبار تهدف إلى شحن الجماهير ضد النادي، وده بيؤدي إلى تهديد السلم والأمن الاجتماعي والرياضي. نهاية، نشر المراسل لهذه الأكاذيب يؤكد استخدامه للصحيفة كسلاح شخصي للتنفيذ عن أحقاده والتأثير على قرارات مجلس الإدارة، لذلك يهيب النادي الإسماعيلي بمؤسسة الأهرام العريقة، والتي تهدف إلى إبراز القيم الإيجابية في المجتمع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد مراسلها لديه. الموضوع باختصار إن المراسل خالد لطفي قال في الأهرام المسائي إن نادي الإسماعيلي تلقى مبلغ يقدر ب $800,000، وده بسبب مشاركته في المعسكر اللي موجود في قطر. بيقول إن الناس في قطر ادوا النادي الإسماعيلي $800,000، وده عشان النادي الإسماعيلي يعسكر ويعمل فترة إعداد هناك، وده أصلا رقم مستحيل إن أنت تصدقه. أنت بتتكلم في إن النادي الإسماعيلي ياخد مبلغ $800,000، ده اللي بياخد كأس الكونفدرالية ما بياخدش الرقم ده، فده رقم كبير جدا جدا. وبدأت الناس تتكلم وتقول إن النادي الإسماعيلي أخد فلوس من معسكره في قطر، فليه النادي الإسماعيلي ما يحاولش إن هو يسد الغرامات بقى. والناس بدأت تتكلم وتقول إن النادي الإسماعيلي فيه فلوس كتيرة جدا، وبدأ يحصل بلبلة حوالين جمهور نادي الإسماعيلي. فهنا مجلس الإدارة بيرد بشكل سريع جدا جدا وبينفي الكلام ده، وزي ما وضح رئيس النادي إن المعسكر بيتحمله رئيس بنك الطاقة القطري اللي هو متحمل تذاكر الطيران على حسب كلام رئيس النادي، وان وزاره الشباب والرياضه القطريه هي اللي متحمله التكاليف والتنقلات والاقامه في قطر، وان مفيش اي مبالغ ماليه تلقاها النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي في خطوه تصعيديه كبيره جدا ضد صحيفه الاهرام المسائي، وده منعا للغلط ومنعا للقيل والقال، عشان النادي الاسماعيلي بيرد اول باول عشان ما يحصلش زعزعه استقرار وهجوم جمهور النادي الاسماعيلي على مجلس الاداره. ده كل الموضوع باختصار. في النهايه بنتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي، ونامل ان شاء الله نجاح المعسكر اللي موجود في قطر، وان شاء الله كلنا دعم وثقه في الجهاز الفني واللاعبين،
ونكون مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عند حسن ظننا، وإن هي تعمل بشكل جاد جدًا، جدًا لإسعاد جمهور النادي الإسماعيلي وتوفير كل سبل الراحة للفريق الأول بكرة القدم لنادي الإسماعيلي. بنتمنى التوفيق وبنشكركم إن أنتم مكملين معانا لنهاية الفيديو. أهم حاجة بنفكركم ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو.